انا شفت النهارده اسوأ شيء انسان ممكن يشوفه في حياته. اولا انا مش فاهم، بس الناس لما بتتزنق وتحب تخش الحمام في الزمالك بتخش فين؟ لان انا النهارده لفيت الزمالك كلها. رحنا كلنا ايس كريم في دوارز لانهم قافلين الحمام. بعد كده رحنا سوشيال لان مفيش حمام. رحنا رايحين ايكونيا ندخل الحمام جوه، لقينا ايكونيا شخصيا قافل. فانا مش فاهم يعني ايه ايكونيا قافل، دي حاجه ما حصلتش مثلا في اخر 10 سنين. ولكن انا واحد صاحبي قعدنا تفتق ذهننا ان احنا نروح تيفلي ونخش الحمام هناك. نجحنا ودخلنا تيفلي، دخلنا جري، وبعد كده طلعنا الحمام. وهناك شفت أسوأ منظر انا شفته في حياتي. كنت انا واحد صاحبي احنا اتنين هنموت ونخش الحمام، فقلت له خش الاول، قال لي لا خش انت الاول. فانا ما اعترضتش كتير، انا مزنوق برضو. 3 حمامات، وهنا كان الفخ حمامين قدامهم ان هي الارضيه مزحلقه فمحدش يدخل الحمامين دول، فمحدش دخلهم. وحمام تالت الباب بتاعه مفتوح. الحمد لله. رحت رايح جري على الحمام ده،